بيبدأ الماتش على استاد برج العرب والحكم إبراهيم نور الدين. انت معانا ولا مع الناس التانيين؟ البداية كانت هادية لحد الدقيقة 7، ركنية بتتلعب ولاعب المصري بيقلب شقلباز ويخرجها بره، وفي الدقيقة 10 المصري بيستغل ثغرة في دفاع الأهلي وبيسجلوا الهدف الأول عن طريق أحمد ياسر. أيوة اللي هو ده. أرقام يا كابتن، أرقام حلوة جدا جدا وخطيرة وعرضية وخطيرة هوبا والهدف. هلا 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 حلوة 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 حلوة. أحمد ياسر، لسه بقول لحضراتكم أحمد ياسر لعيب جيد جدا 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 ومشاغب وقوي وتفوق على حجازي في أكتر من غشيم زيك تنو دب طخ رزع زو لو من ياما. والماتش كده هيسخن وهيحلو وهنتفرج على حاجة نظيفة إن شاء الله. الأهلي بيحاول التعويض بس لعيبة المصري مقفلين لحد ما جه فاول على حدود ال 18 لمصلحة الأهلي. مؤمن زكريا واقف على الفاول وهيلعب وقال له خد هاتها من الشبكة وتعالى سنتر أنت وفرقتك. انت خدت حاجه من الدنيا يا حسيب؟ لا. طب خد. بتاعت واحد بيمينه مؤمن والهدف. هلا 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 حلوة 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 يا مؤمن، حلوة يا زكريا، روعة 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 روعة. حطها برجله بمنتهى الإتقان بمنتهى الإتقان. مؤمن كان بيجيب اجوان من الفاولات اللي في الماتشات المهمة بس. قبل ما انسى، حارس المصري ده رمزي صالح، حارس الأهلي قبل كده، فاكرينه ولا ايه؟ بعدها الأهلي بيقرر يضغط أكتر. رمضان صبحي بيفسح الدفاع ويلعب عرضية ويحصل دربكة كده ويطلعوا الكرة من قدام الجون. وهوبا يا نهار أبيض. وتانية حلوة حلوة في اتجاه رؤوف، يلمسها رؤوف حلوة قوي قوي. هوبا يا لعيب. مؤمن زكريا دقيقتين وقت بدل ضايع، وفي آخر دقيقة بقى في الشوط الأول مؤمن زكريا يعمل فيها ميسي وبيعدي وبيلعب عرضية لإيفونا وهو لوحده خالص وسط 4 مدافعين، بس تقريبا بيتخض والكرة بتخرج من رجله وتعدي. أصل شكل إيفونا ما بيعرفش يسجل وهو وسط 4، بيسجل في وسط 3 بس. كلم الحاج. ويعني هو عشان الكرة عدت منك تعمل كده في الناس؟ يا عم ما بالراحة. خلص الشوط الأول 1-1 وندخل على الشوط التاني ومتأكدين إن الماتش هيولع أكتر. في بداية الشوط صالح جمعة الله يرحم أيامه راح بكرة حلوة وعملها عرضية لإيفونا اللي ما كانش عادل جسمه، بس غالبا هي ما عجبتوش فقام مطلعها اوت أحسن من أي مدافع. أكوكا ولا أكوكو ولا أي حاجة. لا ده مدحت شلبي عادي يعني. برافو عليك. وهنا كان في انفراد المصري رايح بيه أحمد ياسر. أحمد عادل عبد المنعم ساب الجون وساب الكورة وراح يضرب أحمد ياسر بالشلوت جوه ال 18 عشان ياخد ضربة جزاء. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ والمصري بيسجل منها الهدف الثاني عن طريق شهيد الزمالك محمد مجدي، ده لو فاكرينه يعني. داخل وداخل ووبا يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. حلوة 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 حلوة. أعتقد المصري بقى هيسكت على كده؟ لا، بيشد حلو أكتر على الأهلي وبيقوم شايط عليه كور من بره ال 18 يمكن حاجة تصيب تاني، لحد ما يجي فاول للأهلي على حدود ال 18 من تاني، نسخة من بتاع الشوط الأول اللي جابه مؤمن، بس المرة دي صبري رحيل اللي هيشوط. هو يعتبر ما شاطهاش يعني، هو رفعها في إيد رمزي صالح. وعرضية عالية يا نهار أبيض. رامي ربيعة تضرب في العارضة ترجع مرة تانية، لسه كرة وعالية عالية 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 للنادي الأهلي. وادي واحدة وهوبو حلوة 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 يا ولد يا عبد الله السعيد. نقلة جميلة جدا يا ولد يا مؤمن يا زكريا، حطها جميلة لفها يا سلام. وحسام حسن محفظ لعبته كويس قوي وعامل ماتش على أعلى مستوى. والناحية التانية زيزو عبد العزيز عبد الشافي هو اللي كان ماسك الأهلي. وفضلنا كده لحد الدقيقة 78 رمضان يخش ويقتحم الدفاع وبيلعب لإيفونا اللي أخيرا واقف صح وبيسجل التعادل وبيرفض الاحتفال. معرفش هو من مواليد بورسعيد ولا ايه. هو ما احتفلش بس مدحت شلبي يوجب معاه واحتفل مكانه. رمضان عايز يعدي أرضية هوبا والهدف إيفونا والهدف. حلوة 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 حلوة. أنا الأسد أهو أنا الأسد أهو أنا الأسد أهو أنا الأسد أهو أنا الأسد أهو. بعد الجون على طول المصري بيشوط شوطة حلوة قوي على الأهلي وبتخبط في القائم وترد، وقبل ما المهاجم يتابع ويكملها قام حجازي جايبه من قفاه وإبراهيم نور الدين ما حسبش حاجة. يا ولد يا أحمد يا رب. أنا مش عايز أقول كلمة وحشة. أحمص وأنتوا عارفين إيه معناها.
مكان رمزي صالح في الكرة دي هسيب الكرة واجري. تخيل الدبابة دي داخلة عليك جري كده، هتعمل ايه؟ بخير لكن يا سلام فضلنا مستنيين اي جون عشان تبقى 3-2 وحد فيهم يكسب، لكن ما حصلش، حتى اتحسب 6 دقايق وقت ضايع. وهنا جه وقت الاهلي بقى انه يسجل في اخر الثواني، بس روح البلاس 90 اليوم ده ما كانتش حاضرة. والنادي الاهلي تقريبا جوه المنطقه وعاليه وبو ولسه يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لعيبه الاهلي دخلوا المرمى لكن هو طلع وعاليه. وبيخلص الماتش 2-2 والفرقتين بيطلعوا حبايب، بس حسام حسن بيبقى شايل في قلبه بسبب ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش دي، ويروح بيعاتب سيد عبد الحفيظ وفي الاخر بيغيظه يقول له مبروك النقطة يا سيد، على اساس ده كويس انكم عرفتوا تتعادلوا معانا اصلا. مبروك علي النقطة، علينا وعلينا. مش سهل برضه حسام حسن خالص. لو الملخص عجبك اعمل لي لايك وقول لي بقى رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل جديد. يلا اشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.